طارق حبيب مذيع المشاهير ومحطات من حياته ومتى توفي. ولد طارق حبيب عام 1936. تخرج من كلية الحقوق، ورغم ذلك كان يحب الإعلام فبدأ العمل كصحفي، ثم صار معدا للبرامج في التلفزيون. وكانت بدايته في البرنامج الشهير اتنين على الهوا عام 1970. ولم تقتصر لقاءاته على الفنانين فقط، فقد التقى مع أدباء كبار مثل أنيس منصور ونجيب محفوظ وغيرهم من الشخصيات العامة. أما أشهر البرامج التي قدمها برنامج أوتوغراف، برنامج من الألف إلى الياء، وبرنامج حبر على ورق. أما آخر برنامج قدمه هو برنامج طارق حبيب يتذكر. طارق حبيب كان يتميز باللباقة الشديدة وإعطاء فرصة للضيف لكي يعبر عن رأيه دون أن يقاطعه، وكان له صوت هادئ ورقيق وخاص جدا. أما عن حياته الشخصية فقد تزوج طارق حبيب من السيدة سهير قنصوة، واستمر زواجهم حوالي 43 عاما حتى وفاة طارق حبيب عام 2013، وأثمر زواجهم عن ابنته رشا. وقد قالت عنه زوجته: أنا فخورة إننا كنت رفيقة عمره، فقد كان إنسان عظيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى على الجانب الإنساني والعملي. توفي طارق حبيب في يونيو عام 2013 عن عمر 77 عاما.